يا مساء الفل او يا صباح الفل، عاملين ايه يا ولاد؟ طبعا انا كنت مسجله لكم صوت بقى وتعبت وما علينا. يعني المهم ان ان انا هعمل تاني اوفر فويس. المهم يعني لان الصوت باظ طلع وحش جدا. كنت عماله ارغي رغي السنين، انا مش عارفه برغي في ايه، بس انا كنت مكتئبه قوي مع ان شكلي ممكن مش باين عليه. بس كنت مكتئبه قوي لان انا هعمل اللبس الصيفي والشتوي يعني. والموضوع ده بيكئبني جدا يا جماعة. انا هوريكم جزء كبير من اللبس الصيفي مش الشتوي. ليه؟ لان انا مش عارفة ارتبه خالص في الدولاب بصراحة، ومش عايزة اشيل الصيفي لان عندي حاجات وشميزات وحاجات هتتبهدل بجد لو اتشالت. لازم تفضل متعلقة. طيب انا مش لاقية مكان، فحاطة كذا قطعة فوق بعض ومش عارفة اعمل ايه بجد. وكل ده على ايه؟ على شهرين في السنة. الشتا بقى قصير قوي. مع ان هو من الحاجات الجميلة اللي احنا بنحبها، يعني بنحب يعني بستمتع باللبس الشتوي. طبعا هنا بصوا كنت انا مفضيه جزء من الدولاب علشان بصراحة اعرف اصور لكم وتشوفوا الحاجات يعني. فالجواكت والحاجات دي طبعا مدارية. بصوا الشميز ده انا بعشقه. بصوا انا مش هتكلم كتير. آم، الشميز ده بحبه قوي قوي قوي. بصوا بس برضو مش باين طبعا. هو طبعا بلبس تحتيه بادي اوكي علشان بيبقى الحته دي كلها زي ما انتم شايفين كده شيفون. بس هو تحفه. بل تلبسي بادي لونه اسمر اوكي، عايز تلبسيه لون الجسم اوكي، فهماني. بس هو شميز خطير لقطه والله يا جماعه. انا كان سعره يعني على قيمته دي ما كانش غالي، كان ب 500 جنيه. تخيلوا ان هو يعني حاجه بجد، حاجة جميلة جدا. يعني مش حاسة ان انا ممكن اعرف اجيبها تاني يعني. بصوا اغلبية اللبس يعني في من اتش اند ام، ده من اتش اند ام. في حاجات من اور كتير قوي، خصوصا اللبس السبورتيف انا بحبه. ما تسالونيش يعني، مع ان اور مش متخصص في السبورتيف ولا حاجه، بس دايما تلاقوني جايبه قطع كده سبورتيف منه، ما تسالوش ليه يعني. الشميزات اغلبها من اتش اند ام، حاجات كده يعني مش من، بصوا مش براندات واو قوي، بس انا بخش انقي الحاجه اللي انا حاسه نفسي فيها يعني، فاهمين. انا طبعا كنت بصور انا بنفسي، فمش عايزه اقول لكم تصوير تحفه ولا اتحف يعني. ودايما كنت بحاول ادور على اي فيديوهات انا لابسه فيها او اي صوره انا لابسه فيها الطقم ده. للاسف الطقم ده ما لقيتلوش صوره غير وانا حامل. فكان طبعا ده شميز تحفه برضو، شميز حرير متبطن كده وهاف كول. وبصوا الكوله بتاعته عامله ازاي. بصوا الشميزات دي كلها خطيره، بس للاسف يعني اللي هتلاقوا صورة ظاهرة بالجنب اهو مثلا. بس انا كنت خاسة قوي ومكانش حلو عليا خالص. بس هو شميز تحفة جميل قوي. وافتكرت دلوقتي ان انا ليا صورة احلى من كده بكتير قوي وانا لابساه، بس كنت حامل برضو. فانا تقريبا ما كنتش عايزة اظهر الصور خالص اللي انا حامل فيها يعني. بس كنت لابساه وانا حامل اوكي. بصوا كل اللي ورا ده زي ما انتم شايفين كده. بصوا شايفين اللبس ده كله لبس شتوي بقى. بصوا يعني حدث ولا حرج يعني. بجد جالي اكتئاب كبير قوي وانا بصور فيديو وما كنتش عايزه اظهره خالص. بصوا يا جماعه الشميز ده براند ايطالي. بصوا تحفه خطير. بس ضايق شويه عليا وما بقتش البسه قوي، بس الحرير بتاعه حرير خزعبلي بجد يعني، حلو قوي. بصوا بقى المشكله الفتره اللي فاتت دي ان انا مليت شويه، فبقيت البس جواكت. او بقيت اجيب جواكت عموما يعني، او الشميزات بتاعتي يعني ضيقت عليا، فبلبس الجواكت اللي عندي سواء جبتها جديد معرفش ملت ليه. ده جينز كده. بصوا التفاصيل اللي فيه، ده تحفة. بصوا حاجات غريبة شوية بتبقى من زارا كده، وفي حاجات عادي جدا مش من براندات خالص زي الشميز ده وخطير تحفة. بس هو مش من براندات خالص. هو مش عارفة الكاميرا بتاعتي مش موضحة قوي، بس هو جميل قوي بتفاصيله. بصوا كأن في هنا بوية كده على الجنب وفيها فصوص كده، حاجات غريبة كده مش فاهمة. ده جاكيت برضو مش جواكت القصيرة، بس الصيف بقى ما بقاش للأسف ينفع فيه خالص اللبس ده، لأنه بقى بيحررني جامد قوي. وناوية السنة الجاية إن شاء الله يعني أفكني من اللبس التحفة ده خالص بقى الجواكت، لأن ما بقتش نافعة بجد. بصوا الطقم ده على بعضه، ده طقم سبورتيف بقى، ده جايباه من اور. بصوا الحاجات اللي فاكراها هقولها يعني. الطقم ده تحفة في اللبس، بلبسه على فكرة بالنهار وبالليل. هو بروح بيه النادي، بروح بيه اي مكان. هو بيلمع شوية بس هو جميل قوي.
فبلبسه براحتي يعني في اي مكان، ما عنديش مش عارفه ليه حاسه ان انا اقدر افصله، يعني مش عارفه ليه. هو الفكره بتاعته طبعا الافتكاسه لذيذه، بس انا اقدر افصله عادي جدا. آه، ناهينا على البنطلون يعني، بس هو التيشيرت وكده تقدري تفصليه ان الخامه بتاعته موجوده كتير قوي. ارغي يا حاجه، والله انا مش فاكره بقول ايه خالص طبعا. بس كنت برغي في الاغلب يعني. يعني هو كان يوم مش متظبط والكاميرا مش متظبطه وكل حاجه، بس بصوا قلت اصور لكم برضو. ليه؟ لان انا لما بحب ابقى الاقي نفسي متضايقه او بعمل حاجه وانا مش مبسوطه، بقول هفتح الكاميرا واعملها وكده، يمكن ادخل في المود يعني. ستيل انا مكتئبه جدا، ونظمت الدولاب بطريقه وهعيد تنظيمه تاني، وده بياخد مني طبعا وقت وطاقه. آه يعني مش عارفه، مش ببقى فرحانه خالص وانا بعمل كده يعني. مش عارفه رجعت ليه تاني للبنطلون ده، بس هو فعلا الطقم ده انا بحبه قوي. انا بحب عموما الفتره دي بقيت بميل قوي للحاجات السبورتيف. بصوا يا جماعه، لسه جايبه حته ترنج بقى، واو احمر ناري خطير، هصور لكم بيه ان شاء الله. يعني انا جايبه شويه ترنجات حلوه قوي هنا، ما صورتهاش طبعا لانها شتوي. وانا هنا كنت بوريكم اللبس الصيفي بتاعي، وانا اساسا مصوره برضو عشان اقول لكم ان انا متضايقه من كل اللبس الصيفي بتاعي، يمكن حاجات بسيطه قوي اللي عجباني. التيشيرت ده يا جماعة، هو بصوا هو زي شميز كده، هو زي قماش وزي حرير، بس بصوا معمول كأنه تيشيرت شيك قوي جدا. بس قلت لكم ان انا مليت شوية ما لبستوش ولا لابسه السنة دي، فما بقتش مبسوطة. الجاكيت ده برضو بصوا ووتر بروف، وفي حتة كده شبيكة كده، خطير ده برضو من اور. هو انا مش عارفه، هو اور مش كل حاجته سبورتيف، بس انا شايفه كده ان الدنيا سبورتيف كتير قوي من عنده يعني، مش عارفه. بس اذواقه طبعا تحفه، وما بتلاقيش الحاجات دي بره يعني، ما تلاقيهاش في كل مكان، او بخش الاقي قطعتين ثلاثه كده حلوين هم دول بجيبهم يعني. اللبس الشتوي بتاعي بقى والله العظيم جميل، بس مش عارفه البسه يا جماعه برضو. بصوا جبت الجاكيت ده على اساس هلبسه في الصيف، بس بجد مستحيل تلبسيه في الصيف، مستحيل. يعني بجد بيخليني اموت اساسا. بطن جله جوه يعني، في بطانه جوه ما بين ده وما بين الشبيكه. بصوا هنا بقى حبيت اوريكم يعني الشميزات. بصوا الشميز ده، الجاكيت ده كنت لابساه يعني تحت شميز ابيض. الشميز ده برضو رقيق قوي يعني. ده جبته من مارينا، يعني هو براند اكيد اجنبي بقى، بس انا جبته من مارينا، معناها ممكن يكون ستوكات، فاهمين؟ عادي يا جماعة، على فكرة بقى ممكن اسافر اسكندرية، اسافر في حتة تانية اجيب ستوكات، ما عنديش مشكلة خالص. انا بجيب اي حاجة تعجبني، بجيب اي حاجة تعجبني. آه ما عنديش مشكلة اجيبها منين وازاي، والكلام الافكار ده مش عندي. الشميز ده من اتش اند ام. اوكي. بصوا انا مسرعة الفيديو لان الفيديو كان طويل قوي قوي، حاسه ان انا المفروض اصور لكم الفيديو ده بالراحه، بس انا اساسا بوريكم انا ليه متضايقه. وبصوا الكركبه، بقول لكم بصوا الكركبه اللي حواليا وانا متضايقه الشميز ده بصوا عيبه بقى ان هو يعني نص كم او حاجه كده، فلازم بلبس تحتيه. انا ما بحبش البس اللي هو المعصم او الحاجات دي، فبضطر البس تحتيه مثلا يا شميز، يا اما جبت له معصم كده شبه الشميز، بس مضايقني شويه. ده شميز تاني برضو. عايزه اقول لكم الحاجات دي انا ما بلبسهاش، تلات ارباعها ما بلبسهاش. ده من ال سي، بس هو سبورتيف كده وبروح بيه النادي يعني. هو تايد يعني، فاهمين؟ بيبقى ماسك شويه على الجسم، بلبسه تحتيه مثلا بنطلون برضو سبورتيف كده. يعني مش هينفع على بنطلون ليجن او حاجات جينز، هو ما ينفعش على جينز لان هو سبورتيف اساسا. فاهمين؟ في حركه لذيذه قوي في الكم، اللي هو بدخل صبعي بيطلع صبعي كده من الكم، لذيذة يعني الحركة دي. معرفش يسموها ايه، بس هي طالعة موضة كده ما بين الشباب والبنات يعني. شفت كذا آه مش عارفة كذا جاكيت سبورتيف بنفس الشكل يعني. طبعا لا تسألني انا حاطة الصورة كتير عليه ليه،
بس هو كان يوم ضارب كله، بس قلت والله لا منزله لكم الفيديو. يا رب تكونوا انبسطتوا معايا، مع ان مش عارفه